السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما يا رب. زي ما احنا متعودين يا حبايبي، موعدنا الاسبوعي بقدم لكم الفيديو بالاسعار. يا رب الفيديو يعجبكم ويكون خفيف على قلوبكم. وقبل كده ما ندخل على الفيديو نصلي بنا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. النهارده بقى يا حبايبي الاسعار غاليه جدا والله المستعان. الطماطم ب17 ونص، انا جبت 2 كيلو ب35، وفي ب12 ونص، وفي ب10. مش كل الطماطم، بس انا جبت للسلطه ال2 كيلو ب35. انا عندي طماطم للطبيخ في التلاجة. وطبعا هو حاطط خضار بره، فلفل. هو مش صابح قوي بس حلو والله، بيلمع يا حبايب قلبي. انا جبت 2 كيلو، الكيلو ب10. والفلفل اللي هو حاطه جوه بقى في المحل بيبيعوا الكيلو ب25. جبت كيلو ونص ب15 فلفل على شطه. والبتنجان ده الكيلو ب15. يا ريت تقولوا لي في الكومنتات البتنجان عندكم بكام يا حبايب قلبي. البتنجان عندنا في العريش غالي خالص، والاسعار مولعه، وكل حاجه مولعه. الله المستعان على الاسعار. وهنا جبت الخيار، جبت كيلو خيار ب25، ده لواحدة جارتي صغير، الكيلو ب25. وجبت ليا الخيار التاني الكيلو ب15 جنيه، اللي هو الكبير. بس حلو برضه يا حبايب قلبي، وطري وجميل، اللي هو صابح ماشي الحلق. احسن من والله زي ابو 25. جبت كيلو زي ما انتوا شايفين اهو، ما شاء الله. جبت كيلو ونص من الخيار اللي هو ابو 15 ده. بس صابح وحلو وبيل. كل حاجة مولعة وكل حاجة غالية، والطماطم غالية، وكل حاجة مش عارفين نعمل ايه والله يا حبايب قلبي. وهنا زي ما انتوا شايفين العنب الكيلو ب40. كيلو العنب ب40. جبت كيلو وربع ب50 جنيه. والتين الشوكي في العريش الكيلو ب25، ده كيلو ب25 جنيه. كان التين الشوكي ده أرخص حاجة في العريش، بس الكيلو ب25 زي ما انتوا شايفين. ده كيلو يا حبايب قلبي ب25. والعلب البناتي الكيلو ب40، والأحمر برضو ب40. وجبت البيض زي ما انتوا شايفين، البيضة ب5 جنيه. جبت 15 بيضة، البيضة ب5 جنيه. بس طبعا انا سلقت منهم بيضتين. وجبت بقى المانجا يا حبايبي، المانجا ب20 و25. المانجا السكرية، المانجا أرخص من البطاطس يا حبايبي، البطاطس ب25. أنا جبت المانجا الجميلة دي ب20، جبت 5 كيلو ب100. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله، جميلة جدا وحلوة ومسكرة والله. أرخص حاجة. يلا نطبخ بقى بمانجا، بلاش بطاطس وبلاش طماطم، المانجا أرخص من البطاطس. وجبت الليمون الكيلو ب15 جنيه. وهنا بقى الفراخ دي جبتها يا حبايب قلبي امبارح، كان في عرض الفراخ الكيلو ب70. جبت الفرختين دول، الفرخة 2 كيلو ب140. بسم الله ما شاء الله، ب280. جبت فرختين، ده عرض كان امبارح يا حبايب قلبي، وفي ناس بتبيعها ب72. ما شاء الله، انا جبتهم امبارح وشلتهم طبعا في الفريزر. والنهارده رحت جبت بقية الطلبات بتاعتي. ما شاء الله، يعني الفراخ سعرها نزل شوية. وجبت الكمون ده، جبت الحبة دول ب50 جنيه. بسم الله ما شاء الله. وجبت ب10 فلفل اسود. بس الصراحة انا ما سألتش على سعر الكيلو بكام، بس اخر مرة كنت سأل الراجل على الكمون كان بيقول لي ب280، بس سعره رفع عدى 300. انا جبت الحبة دول ب50. التين ده بقى من الشجرة بتاعتنا. ايه رأيكم في الجمال والحلاوة؟ جميل جدا يا حبايب قلبي. يا ريت تقولوا لي بقى انتوا في الكومنتات سعر التين ده وصل عنده يعني بكام، لان انا الصراحة ما اعرف، انا ما بشتريش، انا عندي شجرة باخد منها التين الجميل اللي انتوا شايفينه ده. وجبت بقى ازازة شامبو زي ما انتوا شايفين، الازازة دي جبتها ب200. حتى الشامبو سعره رفع يا حبايب قلبي. الازازة دي جبتها ب200، وفي ب300، بس دي الحجم صغير، جبتها ب200. وجبت اكياس اريال، الكيس ب15، اللي هو الاوكسي، جبت لي 4 اكياس، الكيس ب15. قلت يعني انا لما بجيب الكيس الكبير بفتحه بيتهدر مني وكده، قلت لا اجيب كيس صغير، بكيس صغير احسن. وجبت طبعا الصابون، هي في سايبه كده الواحده ب15. انا جبتها كده في العبوه زي ما هي، الواحده ب13 جنيه. جبت زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي 4. الواحده سعر 13 جنيه. وجبت اللبن ابو خيرو، الكيس ب20، جبت كيسين. والجبنه دي الجبنه دي ب17 ونص، هي رخيصه، انا جبت علبه قلت اجربها. وجبت طبعا يا حبايب قلبي الجبنة اللي هي الفيتا ب25، جبت 2.
زي ما انتوا شايفين ما شاء الله جبت علبتين، العلبة ب25. الأسعار رفعت جدا يا حبايبي، وهي ده بقى المشتريات بتاعتي. يا رب الفيديو يكون عجبكم ويكون خفيف على قلوبكم. ولو عجبكم يا حبايب قلبي كومنت حلو كده زيكم، فرحوني وادعموني باللايك وبالاشتراك. وبكده خلصت معاكم الفيديو بتاعنا الجميل، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.